كابوس كل الناس اللي بتعمل دايت، الكارثة اللي عند كل المصريين وهم بيعملوا دايت، كابوس النشويات أو الكربوهيدرات. البعبع اللي أي حد بيعمل دايت بيخاف منه ودايما بيعمل له ألف حساب. لكن للأسف في هبد كتير أوي في الموضوع، في ناس كتيرة فاهمة الموضوع غلط ومش عارفة مصطلح نشويات يدل على إيه وما هو المقصود بكلمة كربوهيدرات أو نشويات. تعالوا نتفرج على الفيديو ده عشان نعرف يعني ايه نشويات، نعرف النشويات دي بتكون موجودة فين، نعرف اضرارها وفوائدها على الجسم كله، نعرف لما ناخد نشويات اللي بيحصل في جسمنا، وكل المعلومات اللي احنا عايزينها عن النشويات او الكربوهيدرات علشان نعمل دايت. يلا بينا نتفرج على الفيديو عشان نوصل اللي احنا عايزينه ونفهم بعبع النشويات يعني ايه، ونغير الكابوس كله وننساه خالص. جملة كتير قوي بنسمعها بيننا وبين اصحابنا وبين اهلنا وناسنا، لو عملت دايت لازم تمنع النشويات وتوقف سكر. كتير قوي بيقول لنا المعلومة دي، وكتير قوي بنسمع الجملة دي من اصحابنا، وكتير قوي هبد في الموضوع ده. حد تاني يقول لك على فكرة لو منعت النشويات والسكر جسمك مش هيحرق والحرق هيقف ومش هتخس. واحد يقول لك على فكرة انا منعت نشويات وسكريات خسيت 20 كيلو 30 كيلو. عايزين نعرف مين الصح وايه الصح في الموضوع علشان نعرف احتياجات جسمنا ونوصل لايه. هنكمل الفيديو للاخر ونعرف المعلومه بالظبط. علشان نستفيد اكبر استفاده من الفيديو لازم نعمل سبسكرايب ونشترك في القناه ونعمل لايك علشان نستفيد بكل زياره وكل مره بننزل معلومه مفيده هتستفيدوا منها على قناه اليوتيوب. في 3 انواع من النشويات متعارف عليهم او موجودين. اول نوع هي النشويات الاحاديه السكر زي الجلوكوز وزي الفركتوز. اكتر نوعين نشويات مشهورة بيه او سكريات تكون نشويات هو الجلوكوز والفركتوز. طيب تاني حاجة كربوهيدرات او نشويات ثنائية السكر زي سكر السكروز وزي سكر المالتوز. دول برضو مهمين جدا، دول اكتر 4 انواع سكر متعارف عليهم. واخر حاجة الكربوهيدرات او النشويات متعددة السكر اللي موجودة في النشا موجودة في الجلايكوجين. طيب ناخد أمثلة على الموضوع. أول مثال على السكريات الأحادية موجودة في الجلوكوز، بنلاقيها فين يا دكتور؟ بنلاقيها في الذرة. طيب تاني مثال ناخده على سكر الفركتوز، فين يا دكتور؟ موجود في الفواكه. عشان كده دايما تلاقي الشخص اللي بيقول لك أنا بعمل دايت بس ما بخستش. طب حضرتك بتعمل إيه في الدايت بتاعك؟ أنا والله اليوم كله مقضيه فاكهة، انا ما باخدش غير فاكهه، انا الدايت بتاعي فاكهه بس. طبعا ده غلط، ما ينفعش تاخد يومك كله فاكهه. الفاكهه فيها سكر عالي، سكر الفركتوز على فكره لازم تاخد منه احتياجاتك وفيه سعرات عاليه. لو خدت اكتر من احتياجاتك ده بيأثر على جسمك ومش بتخس، لازم تاخد احتياجاتك فقط. فبنقول لكل الناس اللي بتخلي الحميه الغذائيه بتاعتها هي عباره عن فواكه بس، غلط. خد احتياجاتك ثمره او 2 في اليوم وسناك بين الوجبات، لكن ما تخليش اليوم كله فاكهه غير لما تكون ماشي على برنامج كيميكال هو لمده اسبوع او يوم واحد تكسر بيه الثبات. غير كده اوعى تعمل كده، لازم تاخد احتياجاتك. ودايما تخلي اختيارك للفواكه هي الفواكه قليله السعرات بدون دخول في تفاصيل. طيب عايزين نتكلم عن الكربوهيدرات ثنائيه السكر. معلش احنا كبرنا الموضوع شويه ودخلنا في حاجات كيميائيه بس عشان نوضح لكل الناس حضرتك تبقى فاهم يعني ايه سكريات او يعني ايه نشويات. ما هي النشويات عباره عن سكريات والسكريات عباره عن نشويات والاثنين مربوطين ببعض. فانا بوصل لك المعلومه الكبيره بطريقه بسيطه وصغيره عشان تبقى فاهم. تاني نوع النشويات ثنائيه السكر قلنا زي السكروز وزي المالتوز. السكروز موجود في القصب، المالتوز موجود في الحليب. طيب ثالث نوع قلناه واتفقنا عليه هو النشا والجلايكوجين. طبعا كلنا عارفين النشا موجوده فين، وكلنا عارفين ان الجلايكوجين موجود في المخازن في الجسم زي الكبد مثلا وزي العضلات، دي مخازن الجلايكوجين. وهي الصوره الكبيره من النشويات او متعدده السكريات اللي هي بتتحول لصوره صغيره لجلوكوز. يعني خلينا نفهم كده، المركب الكبير بتاعنا هو الجلايكوجين والنشا. طب لما بنكسره بناخده نستخدمه بنحول الجلايكوجين وبنحول النشا لمركبات اصغر وهي الجلوكوز اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كمصدر للطاقه. يبقى احنا رجعنا وقلنا ان مصدر الطاقه هو النشويات متعدده السكريات اللي بنحولها لسكريات قليله اقل منها في الصوره. انا عارف ان انا كبرت الموضوع بس انا بحاول ابسط لكم الموضوع
على قد ما نقدر عشان توصل واحده واحده. يلا بينا نشوف اللي بعده عشان نفهم اكتر. هنقول معلومه كده من على طرف المعلقه زي ما بيقولوا، وحاجه كتير قوي ما يعرفهاش. عندنا نوع سكر اكثر حلاوه ونوع سكر اقل حلاوه. نوع السكر الاكثر حلاوه هو اللي موجود في الفركتوز، في الفواكه، اللي الناس كلها رايحه جايه بتاكل فواكه في الدايت وبتقول لك انا ما باكلش غير فاكهه في الدايت بس انا ما بخستش. ده نوع سكر اكثر حلاوه. طيب نوع سكر اقل حلاوه هو سكر المالتوز اللي موجود في الحليب وبياخد وقت عشان يتكسر. دي معلومه كده حبينا نقولها لكل الناس تستفيد بيها. يلا بينا نكمل عشان نعرف بعد كده، بعد ما عرفنا انواع السكريات، نعرف النشويات والسكريات بتعمل ايه للجسم، والجسم بيستفيد منها ازاي وبتضره ازاي. بعد ما عرفنا اكتر نوع سكر فيه سعرات عاليه زي ما قلنا الفركتوز، واقل نوع سكر فيه سعرات قليله، هنرجع ونعرف دور النشويات في تغذيه الانسان. 5 نقط لازم نعرفهم مهمه جدا في تغذيه الانسان، النشويات بتلعب فيها دور كبير. 1. النشويات مصدر طاقه لجسم الانسان، حيث ان ال1 جرام من النشويات بيعادل 4 سعر حراري. 2. النشويات بتلعب دور مهم وكبير جدا في اخراج السموم من الجسم، يعني بتشتغل كانتي اوكسيدانت، مضادات اكسده، وبتطلع كل الفري راديكال اللي في الجسم. 3. خد عندك بقى اهم ميزه ممكن تلاقيها في النشويات، وركز معايا في الحته اللي هقولها لك دلوقتي. النشويات هي مصدر غذاء المخ او خلايا المخ وكرات الدم الحمراء. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني مخي بيتغذى على النشويات؟ غذاء المخ يكمن باحتياجاتك من النشويات او من السكريات اللي موجوده في النشويات. يعني انت حضرتك لو ما خدتش كميه مناسبه او قدر مناسب ليك من احتياجاتك من النشويات، تركيزك هيبقى ضعيف، مجهودك البدني ضعيف، كل جسمك بيتداعى لعدم وجود نشويات. عشان كده معظم الناس اللي بتعمل دايت تاخدش نشويات على طول عندها ضعف عام، على طول مش مركزه، على طول مش عارفه تشتغل، على طول مش عارفه تمارس حياتها الطبيعيه، دايما بتواجه مشاكل كبيره قوي في حياتها وهي تعمل دايت وبتقلل نشويات. طب وايه علاقه ده بكرات الدم الحمراء؟ مش دايما بتلاقوا يا جماعه الناس اللي هي بتعمل دايت بيجي لها انيميا؟ بيجي لها انيميا ليه؟ عشان بتعمل دايت غلط. حضرتك لو واخد احتياجاتك من النشويات في الدايت مش هيجي لك انيميا. ما النشويات دي مصدر غذاء لكرات الدم الحمراء، ما خدتش مصدر غذاء ده، ايه اللي حصل؟ جالك فقر دم، حصل لك انيميا، مفيش غذاء للمخ. كل دي حاجات بتحصل، فبالتالي لازم ناخد نشويات عشان دي اهم نقطه في احتياج الجسم للنشويات. رابع نقطه والمصيبه اللي بتواجه كل الناس وهي بتعمل دايت، 90% من الناس اللي بتعمل دايت بتعاني من الامساك بسبب قله النشويات. انت لو بتاخد احتياجاتك من النشويات مش هيجيلك امساك. دي الكارثه اللي عند كل الناس. يا دكتور ما بدخلش الحمام، يا دكتور مش عارف اعمل حمام، يا دكتور عندي انتفاخ في القولون، دكتور بطني منفوخه، مفيش مقاساتي ما بتنزلش في الجلسات ولا في الهدوم ولا في اي حاجه. عشان النشويات هي الحاجه الوحيده اللي بتخلي في ليونه في حمام البراز. هتاخد نشويات واحتياجاتك مش هيجيلك امساك، وهتعمل حمام طبيعي على مدار. وعلى فكره احنا بنعرف الدايت بتاعك اذا كان سليم ولا لا من دخولك الحمام، من حمام البراز. لو في حمام براز يوميا بانتظام انت الدايت بتاعك سليم. لو مفيش حمام براز غير بعد 3-4 ايام ده ممكن يخرجك نتيجه اسبوع، فبالتالي الدايت بتاعك غلط ولازم تراجع نفسك في الدايت بتاعك. 5، ودي المشكله اللي بتكون كبيره قوي على الجسم وبتغير شكلك وبتغير الشيبنج بتاعك. انت حضرتك لما تبطل تاخد نشويات او تقلل نشويات، الجسم بيروح للكبد والكليتين علشان يصنع له جلوكوز من البروتينات اللي موجوده في الجسم، او البروتينات اللي بتشتغل علشان اصلاح كل الاعضاء اللي في جسمك. فجسمك بيستخدم البروتينات دي عشان يصلح كل جسمك، سواء عضلات، سواء اعضاء داخليه، سواء كل عضو او اورجن في جسمك بيحتاج بروتين. فلما انت ما تدخلش نشويات بيجري الجسم يروح الكبد والكليتين عشان يصنع له جلوكوز، لان هو محتاج مصدر طاقه، يروح مصنع جلوكوز من البروتينات اللي جسمك بيستخدمها عشان يصلح باقي الاجهزه. يروح حاصل لك ايه بقى؟ هدم عضلي. ما هو البروتين ده موجود في العضله. تلاقي انت نفسك بتعمل دايت وكل حاجه وشكلك ما بيتغيرش، بتخس بس وشك بس الدهون ما بتنزلش، العضل بتاعك بيقع، بيحصل حاجه اسمها هدم عضلي، لان انت خدت من محتوى البروتين اللي من جسمك بدل ما تاخد الطاقه من النشويات اللي انت محتاجها. جسمك راح خد الطاقه من البروتينات. ما هو جرام البروتين بيعادل 3 سعر حراري. لو ما لقاش سعرات موجوده من النشويات هياخدها من البروتين. طب البروتين ده جسمك اصلا محتاجه حاجات كتير،
تبوظ انت الدنيا، تلاقي نفسك عامل دايت وبتخس وشكلك ما بيتغيرش او شكلك بيكون للأسوأ، ان جسمك مش بياخد من مخزون الدهون، لا بياخد من مخزون العضل اللي انت اصلا محتاج تزوده مش تقلله وتدخل مخزون بروتين اكتر. خلي بالكوا دي نقطه خطيره جدا، لازم تخلي بالكم منها. طب لو خدنا اكتر من احتياجاتنا من النشويات ايه اللي بيحصل خلل في البنكرياس المسؤول عن افراز الانسولين عشان ينظم السكر في الدم. فبتروح لطريقين، الطريق الاول السمنه، الطريق الثاني يجيلك سكر. يبقى ولا نزود احتياجاتنا من النشويات ولا نقلل، ناخد احتياجاتنا الكميه اللي جسمك محتاجها، ولا زياده ولا اقل. زياده سمنه سكر، اقل هدم عضلي ومشاكل بالجمله زي ما قلناها. طب انا يا دكتور محتاج قد ايه نشويات؟ احتياجك اليومي من 1200 ل 1800 سعر حراري خدهم من النشويات، ده احتياجك على مدار اليوم. طيب يا دكتور انا دلوقتي خدت احتياجاتي من السعرات ومن النشويات، هل انا هخس؟ حضرتك طبعا هتخس. لازم يكون ليك جدول سعرات، جدول السعرات ده هيخسسك وهيغير لك كل حاجه. لان زي ما الانسان بيحتاج طاقه للبناء فهو بيحتاج طاقه لهدم كيان الدهون. يبقى احنا كده قلنا كل حاجه ليها علاقه بالنشويات، ولمينا موضوع النشويات كله، وقلنا كل الكلام المعقد والكيميائي بصوره بسيطه عشان يوصل لكل الناس. وان شاء الله كل مره هنقول معلومه مفيده تستفيدوا بيها، وهنتناول موضوع شيق لكل الناس بتعاني منه، كل السيدات او الرجاله اللي بتعمل دايت.